ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كلمات الراحلين. برنامج نعيش فيه مع مختارات من روائع الكلم لصفوة من علماء الأمة المتوفين في شتى بقاع العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ليست المرة الأولى التي يصرح فيها شارون أو رموز الكيان الصهيوني بالتهديد والعدوان والقتل، ثم بينفذوه على الميدان على الأرض كل يوم. ثم ذهب اللي صار في السجعية وفي البريج، كل يوم هم بدمروا منشآت وأشجار وغيره. يعني ما بيمشوا معنا سياسة الأرض المحروقة لكي يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن الحقيقة كانت هي العكس، أن إرادة العدو الإسرائيلي هي التي انكسرت، وهو الذي يفكر اليوم بكل جدية كيف يهرب من غزة، ويريد أن يقول للناس أننا ما أخرج من غزة منهزم بل خرجت أنا منتصر. يريد أن يضرب ضربات، لكن في النتيجة ستكون له الهزيمة، لأن المنتصر لا يسلم أرض ولا يخرج منها. المنتصر يبقى في يده محتل، لكن بما أنه سيخرج ويسلم فهو المهزوم إن شاء الله تعالى. ولذلك هذه التهديدات لا تهمنا ولا تخيفنا، لأنه احنا طلاب شهادة، نطلب الشهادة، نطلبش الحياة الأبدية اللي بنطلبها، مش حياة الدنيا التافهة. عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله. وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى جلاه. فافز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كلمات الراحلين.